داروها لوجيكمون بارلون. لا كاف هذه لو تحترم كل الدول المضاويه تحت لوائها ما تمدش حتى دوره للمغرب. لازم الضغط واحد، لازم المغرب. لا فيت على فينال تاع المونديال تاع الانديه. المونديال تاع الانديه يندار في المروك. من غير المعقول انه لا كاف العرس تاعها هو الشان، والعرس تاع لا فيفا هو في كوب دي موند دي كلوب. العرس تاعك الشان في الجزائر. السلام عليكم. إذا كنتم من المتابعين الجدد لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واتركوا لنا لايك للفيديو وشكرا لكم. رفيق واحد كريم غازي، نعود نولي معك للموضوع مرحبا. الرئيسي. الكاف حددت في وقت سابق تاريخ أو حددت تاريخ 12 فبراير للإعلان عن اسم الدولة المستضيفة لكأس أفريقيا 2025. حسب ما تشاهده اليوم، تطور الملاعب، تطور المنشآت، الجزائر في أفضل رواق اليوم في لإنجاح هذا الشان. هل هي أخبار تبعث بعض الأمل في نفوس الجزائريين؟ لما لا مشاهدة سيد الكأس هنا في الجزائر؟ ان شاء الله احنا ماذا بينا، ما يخفالكش باللي من 90 ما زلناش احتضرنا كأس افريقيا، وين جاتنا فرصه في 90 ودينا كأس افريقيا امام نيجيريا ولا ما أمام نيجيريا في النهائي. امام نيجيريا وين فزنا بكأس افريقيا، وما زلناش شفنا من هذاك من 90 ما زلناش شفنا كما نقولوا البونير تاع كأس افريقيا. ان شاء الله احنا عندنا امكانيات، عندنا ملاعب، عندنا كما نقولوا عندنا كاع لي موان باش نحتضنوا كأس افريقيا. قلت لك لولا في مصر ماشي في الجزائر لاكوب. لاكوب باش تنظيم الجزائر تنظيم. انا نهضروا على التنظيم واحد، يعني هو فهمني وانا نفهمه نورمالمون هكذا. نهضروا على التنظيم ان شاء الله، ان شاء الله تكون عندهم الجرأة ويمشوا كوريكت. هذا ما كان باسكو كان كيما نقولوا هذا اونبا، هذا فيرون اونبا ماشي طوبا، فيرون اونبا هذا، وكان يمشي بالحق. لا اسمح لي كريم والله نعتذر. معليش اونبا فيرون اونبا. لا قلت له اونبا والله. معليش تفضل هكذا فيرون اونبا. فيرون اونبا الامين العام للكاف. الامين العام بيان سور. صحيح. وكان نشوفوا يمشي تما بالحق. ما كاش اللي يدينا كأس افريقيا من الجزائر في 2025. هادو لي زيكو لي راديو تروطوا اللي سمعناهم، باسكو انا قريت كالكو ريزو سوسيو ما سيتيش لي نو، وين قال لك الامور حسمت للمغرب، غير ما كان له تسنى وغير ما كان له. ان شاء الله احنا كريم اسمحني نقاطعك برك. هي ما تقدرش تقول الامور حسمت لانه مازال ما حسمت، ولكن المؤشرات اللي مديناهم حنايا كصحافه انه الذي يصوت على منح تنظيم هو المكتب التنفيذي في 23 عضو اللي فيه من بين اعضاء تاع المكتب التنفيذي فيه المغرب وفيه تونس وفيه مصر وفيه سيراليون وفيه الكاميرون وفيه جنوب افريقيا جيبوتي هادو فوالا الصومال موريتانيا، هادو كلهم 23 واحد عندنا الاسماء تاعهم. 23 صوت يكومبري البريزيدون هما اللي صوتوا. اليوم مترشحين ضدنا ينافسونا مثلا المغرب عندهم ممثل تاعهم فوزي القجع. احنا واحنا الجزائر ما راناش المكتب التنفيذي ملي خرج محمد راوي ما راناش. سادي ايماجين توا حنايا في البلاطو هذايا ومعنا امير زكريني راهو في الكوليس مثلا حنا نصوتوا على منح شهر التنظيم كان 2025. انا جزائري واني معاكم في لا كوميسيون. واحد اخر صوت جو سي با باش البلاد ما كانش معنا. احنا العلاقه اللي تربطنا تاع الصداقه هي اللي حتاثر. هذه وحده كي يصرى لوبينغ. اثنين المؤشرات تاع لاكاف اليوم اللي نقول باش نقول المغرب. لماذا؟ لانه في وقت سابق اليوم وتكلم عليها عماد اليوم يزون دي كو لو 10 فيفري يوم 10 فيفري نعلن عن البلد الذي سيخلف غينيا. هو خطأ لانه من بعد عرفنا بلي لو 10 فيفري كانت لا فيت على فينال تاع المونديال تاع الانديه. المونديال تاع الانديه يندار في المروك. من غير المعقول انه لاكاف العرس تاعها هو الشان، والعرس تاع لا فيفا هو في كوب دي موند دي كلوب. العرس تاعك الشان في الجزائر تعلنه في الجزائر، ما تعلنهاش في عرس واحد اخرين. هذا المؤشر البسيط خلانا نفهموا بلي ربما لعبه الكواليس وكاينه الكواليس كاين مصالح كبيره اللي تحكم. قلنا ممكن انه سيميلون الى المغرب، ومن حقنا كاعلام على الاقل حتى لو كان صحيح انه ندير عليه الضغط
صح ونسكت انايا باش ما تكونش صح. باش ما توليش صح. رفيق، هذا بال- بدليل اسمح لي الشيخ نكمل. بدليل اليوم واش داروا نهضات جديده عم يتكلموا على اساس 12. الكاف ستشعر بالحر، عم جايين هنا كامل ونشوفوا فيهم احنا. علاش لو 10 علاش ديروها في بلد اخر؟ واش ديروا هنا الاعلان راهم يقولوا لو 12 نديروا عليهم لتفادي الضغط، الحرج الضغط. لتفادي الحرج. عندك لو 12 ما نانونسيو ني في الجزائر ني في المروك، في بلد محايد اللي ما مش مترشحين. ولكن نبقى هذه عماد وننسيستي عليها. المعركه الاولى انك يقبلوا لك لو دوسي، لجنه التفتيش اللي يجي يقبلوا لك لو دوسي. المعركه الثانيه جو بونس ربحناها بينا لهم بلي حنا اوني كاباب. انا الدوسي ما عنده حتى ما عنده خليني نكمل لك الطرح. الدوسي يقبل الكابون الكاميرون ما يسيبولكش اشياء. لا هو يكون ما عندوش معنى عندك مع الاول، لكن الان عنده معنى. ما تخليش لي فاي شافوا يعني بعينه. حنا يشوفوا لي زفرات، حنا عندنا الدراهم، عندنا الدراهم الجزائر دراهم، كاين العرض كاين دراهم، تقعد بيا دراهم كاين. سي با سا كاين لي زون كاين أموال. فقط يا كريم واش راه يتحدث وحيد بلا اموال ما نجم دير والو. على بالك. عندنا لي موان. خلي ماشي غير اموال، ماشي غير دراهم، ماشي غير لو سافوار فير هو الصح. يعني سافوار عندك الاموال، حنا كان عندنا الاموال ولي قعدوا 15 سنه ما كاش. واش درت بالاموال؟ لو سافوار فير كي تكلم السيد المقدم وقال الاجراءات الامنيه سي امبورطون. سي امبورطون بلي قاعدين ننظم ماشي لي جوندام لا بوليس ما يكونش في الستاد، لا كاف ما تحبش، لا فيفا ما تحبش، كاين لي ستادي، ولكن برا على الستاد عندنا نامن لك كل الجزائر تكون امنه. طريقه الاستقبال مهمه ومهمه جدا بلي حنايا شعب ظريف منظم متربي متخلق، نرحبوا بالضيوف، شعارنا هو مرحبا. زيد نقطه واحده اخرى، كي يقبلوا لك الدوسي المعركه فيها لي كوليس. نقول لك هذا تكلمت عديد من المرات نعاودها حتى نعاودها. سي لارتيكل 23 من لي ريغلومون دابليكاسيون دي ستاتيو واضح، يقول لك لو يكون بلدين او اكثر مترشحين بقبول لي دوسي تاعهم لاحتضان اي دوره كبيره، قبل ما يصوتوا لي 23 قبل ما يروحوا للصوت تاعهم، كاين واحد نقطه يقول لك قبل التصويت نشوفوا هل هناك بلد نظم خذا الفرصه في التنظيم. يقول لك الاولويه قبل التصويت للبلد الذي لم ينل فرصه التنظيم. المغرب نال فرصه التنظيم ما نظمش، نال فرصه التنظيم كما يقولوا لا لوكازيون ورفضها في 2015 بحجه ايبولا. ما ينجموش يعاودوا لوجيكمون. انا لا كاف كي نجي نطبق الجيري لازم تخبط يدها في الطابله. نحاس نروح لتما مانيش تما كاين لي كوليس، بس على القانون هاوليك جاتها الفرصه وما داتهاش. ما داتهاش 2015 رفضوا وحنايا ما جاتناش الفرصه. درنا 2017 قلت لنا لا حينها وضعتها في مأزق يا حرجوهم فقت حياته سيسبونداهم بعد جرى في التصر دوك اليوم موتسيبي لوجيكمون يا ريتو هذا الشيء على الكاف سيسبونداهم حياته. حنا دوموندي 2006 مدها للكابون، 2021 داوها الكاميرون، 2023 داها كوت ديفوار. اون ا دوموندي اون نا با يو لوكازيون. لو ماروك الى يو لوكازيون ورفض جالس على الكاف نورمالمون ما يعاودش يديها ودو اوكازيون. موا افون لا كومبيتيسيون حطهم في حرج، راحوا لا غيني اكواتوريال حياته 2 موا افون بدها لا داروها. لوجيكمون بارلون لا كاف هذه لو تحترم كل الدول المضاويه تحت لوائها ما تمتش حتى دوره للمغرب. القوانين لازم الضغط واحد لازم المغرب سي با نورمال. في طبق القوانين، طبق القانون. سكو جو دي طبق القانون. سو ني با اليوم ما حنا كي نتحدثوا عندك كريم كاين جانب الصواب. حنا كصحفيين ساعات ناخذوا ارجون كونطون باسكو على بالي كاين لي كوليس. تتكلم على القانون شوف الناس ما تقولش ما يطبقوش القانون. على ما يطبقش غير الخير، على ما لازم يطبقش نديروا شويه القانون. لا بريسيون. 23 انا غدوه قبل الدوسي تاعي اسمح لي قبل الدوسي تاعي والدوسي تاع المروك قبل التصويت طلع زفت نقول حبس هاي لاتيك 23 تاعك. La priorité au pays qui n'a pas eu l'occasion. Le Maroc a eu l'occasion 2015 رفضها على بحجه ايبولا. انا دوبي 90 ما درتهاش. لو كان تجي لا زومبي عندها دوسي كيما انايا وما دارش لا زومبي خير مني يا با سوسي. مي لو ماروك تديها لي والقانون واضح تاع لا كاف صاسي اذا ميسيل واضح. هذا المشكل الفقه اللي ما عندكش انت ممثلين اللي يقروا في المكتب التنفيذي، هو المشكل. احنا ما عندناش ما كان حتى واحد يهضر علينا. واضح مصطفى. احنا نضربوا بيناتنا شيخ، احنا نضربوا بيناتنا. قلتها انا رفيق انا قلتها كم من مره. احنا نضربوا بيناتنا. واضح مصطفى. ان شاء الله بك الاراده السياسيه غدوه معليش كي نديروا الشان وندوها ونديروا تنظيم راه. ان شاء الله ان شاء الله تولي بلي نولوا ان شاء الله الاراده هي اللي تحكم. سي با الناس اسمح لي احنا نقول كلمه كبيره ونحترم المشاهدين انه هما اللي يردونا بسنوات الى الوراء من حيث المستوى الفني، من حيث التنظيم، من حيث التواجد في الهيئة.
السلام عليكم. إذا كنتم من المتابعين الجدد لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واتركوا لنا لايك للفيديو، وشكرا لكم. كشف الصحفي الإسباني إيدو أكيري عن اهتمام أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع أحد نجوم مونديال قطر 2022 برغبة خاصة من المدرب دييغو سيميوني. وأوضح أكيري في برنامج تشيرينجيتو أن الأمر يتعلق بمتوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي الدولي المغربي سفيان أمرابط صاحب 24 عاماً. وتابع أن النادي الإسباني تواصل مع اللاعب بغرض ضمه في الميركاتو الشتوي الحالي. وكانت العديد من التقارير تشير إلى اهتمام قوي من نادي ليفربول الإنجليزي ومارسيليا الفرنسي من أجل التعاقد مع اللاعب الذي أبهر العالم بعطائه السخي وقتاليته مع أسود الأطلس في مونديال قطر.